السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم يا رجال علوم أخبار؟ طبعا أي واحد فعال صفحتي في تحقيق الدخل لا تدخل معلومات الحساب البنكي أو المعلومات الضريبية إلا بعد مشاهدة مقاطع فيديوهات سابقة في اليوتيوب أو أي واحد خبير يفعلهن لك. بسروا المبلغ كمو 1000 وشوية، $1000. هذا قرح جو، ما رضيش تورد للحساب، يقول لك فشل. لذلك بالنسبة للمعلومات الضريبية والحساب البنكي هؤلاء يشتري لهن تدقيق على أساس أنك تخسر الصفحة نهائيا. حساب العوائد إذا فعلت حساب عوائد ما عاد يقدر تفصلها من الصفحة إلا بعد ما تحول الصفحة إلى حساب ثاني ومدير أعمال ثانية. المهم هدار طويلة من طوال. وتحياتي لكم، هذا من باب النصيحة فقط. طبعا هذا بالنسبة للصفحات تقدر تغير حساب العوائد. أما بالنسبة للحساب الشخصي، إذا حساب الشخصي إذا فعلت فيه حساب العوائد انتهى الموضوع. إذا ما كان صحيح 100% ينتهي الحساب نهائيا، وأي صفحة مرتبطة بالحساب.